كنتحدى اي واحد او اي وحده عنده مشكل ديال تساقط الشعر يدير هذا الزيت ويبقى عنده المشكل. اليوم في هذا الفيديو غنتشارك معكم من احسن الوصفات اللي كيمنعوا تساقط الشعر وكيملؤوا الفراغات ومجربين. السلام عليكم، معكم يوسف الحمداوي ومرحبا بكم في قناتي. اليوم غنتشارك معكم من احسن الوصفات اللي كتمنع تساقط الشعر وبالتجربه. زيت خلاصه 30 عشبه او 30 زيت كيمنع تساقط الشعر من الاسابيع الاولى. اول حاجه نخليكم مع شهاده ديال الزبونه اللي جا استعملت هذا الزيت. السلام عليكم خويا يونس، كيدير بخير؟ لاباس عليك؟ المهم بغيت نشكرك بزاف على الزيت اللي خديت من عندك، راه زوين بزاف ديال هذاك الزيت ديال 30 زيت، راه زوين بزاف وشكرا بزاف والله. قبل ما ندوزو لطريقه التطبيق والاستعمال بغيتكم توصلوا لهذا الفيديو اكثر عدد ديال المشاهده. المكون الاول هو اللوز الحلو، المكون الثاني بذور نوار الشمس، المكون الثاني بذور الجوجوبا، المكون الرابع بذور الجرجير، المكون اللي من بعده هما اوراق السدر، وغنحتاجو بذور الباباي، البسيليوم او القاطونه، زريعه الكتان، الزريعه ديال البصله، زريعه الكيف او بذور القنب الهندي، القرنفل، الخزامه، الحبه السوداء، البن او القهوه، حبوب الشاي، الزريعه الفصه او بذور الفصه، زروده، بذور الشيا، الاركان واللي الحمد لله الدوله الوحيده اللي متواجد فيها هو المغرب، الورد، السمسم او الجنجلان، اوراق الزعتر، الكوكو او جوز الهند، بذور اليقطين او زريعه القرعه، زريعه الهنديه او بذور التين الشوكي، واخيرا وليس اخيرا اكليل الجبل او ازير. غنخلطوا المكونات جيدا باش منين يتعصروا نكونوا استفدنا من جميع الزيوت ديال هاد المكونات. قوموا بالتعصير ديالهم شي ماكينه ديال عصر الزيوت. بعد ما عصرنا الزيت غنحتفظوا به في شي قرعه زجاجيه وغنبقاو نديروا 2 مرات في الاسبوع على شعر مغسول، يعني نغسلوا شعرنا وندهنوا هذا الزيت على فروه الراس بشكل دائري عقارب الساعه ونخليوه لمده ديال 2 حتى 3 سوايع ونوليو نغسلوه. نكرروا هذه العمليه 2 مرات في الاسبوع. الاسابيع الاولى كيتمنع تساقط الشعر والوصفه مجربه. احسن الزيوت على الاطلاق وهو متوفر في المحل التجاري يوسف الحمداوي. غيكون عرض خاص للزبناء ديالنا والمتابعين ديالنا. التوصيل غيكون بالمجان لجميع المدن المغربيه بما فيهم مدينه الدار البيضاء.